السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنقول كل الاسرار وكل التكات بتاعت كفتة الرز عشان تطلع معاكي ناجحة 100% ان شاء الله، وما تفكش معاكي ولا في الزيت ولا وانتي بتطبخي، هتطلع معاكي متماسكة ورقعة زي ما انتوا شايفينها كده. واقول لك كل الاسرار اللي فيها، بس خليكي معايا للفيديو ويلا بينا نشوف الكمية كلها اللي احنا عملناها دي من كيلو لحمة بس. تقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة وخالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبلها اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك وتعليق جميل بيساعدني. ويلا بينا عشان نشوف النهاردة تكتنا. يلا بينا ونقول مقاديرنا. النهارده انا معايا كيلو لحمه مفرومه، ومعايا 3 كوبايات من الرز، 3 كوبايات قبل ما يتطحنوا. انا جبت الرز وعايرت 3 كوبايات وغسلتهم وسبته لحد ما ينشف، وبعد كده طحنته في مطحنه الخلاط عادي جدا. جبت بصلتين متوسطين وراس توم كده، مش بحب التوم فيه كتير قوي قوي، يعني راس توم صغنطوطه حلوه كده. وجبت الخضره بتاعتي بقدونس والكزبره، وعودين بس من الشبت، مش عايزه شبت كتير فيها عشان ما يغيرش طعمها. زي ما انتوا شايفين كميه الخضار، انت تقدري عايزه تزودي خضار زودي، عايزه تقللي قللي، بس الكميه دي حلوه معانا، لان طبعا لو اكتر من كده بيبقى لونه غامق. وفي نفس الوقت انت لو زودتي رز كمان، بصوا انا في اخر الفيديو كده هقول لكم على كل المعلومات فعلا بجد، وشويه تكات فعلا ان ممكن كل واحده فيكم تقع فيها. اول حاجه انا هبتدي اقطع الخضار بتاعي، انا هشتغل في الكبه. اهالينا بقى زمان كانوا بيشتغلوا في الهون وبيشتغلوا ويعملوه كده، احنا ربنا سهلها علينا الحمد لله، وبقى عندنا ايه الكبه. هتقطعي الخضار وتقطعي البصل والثوم بتاعنا ونضربه في قلب الكبه بتاعتنا. عايزه اقول لكم بجد كفته الرز دي حاجه انقاذ جدا، لما بتبقي مجهزاها كده في ايام بقى في رمضان في الاعياد في العزومات بتبقى رائعه جدا. هحط عباره عن 3 معالق ميه بالظبط، 3 معالق كبار من الميه، عشان تساعد الخضار بتاعي ان هو يتضرب كويس جدا. انا مش عايزاه خشن، عايزاه يبقى ناعم معايا زي ما كانوا بيدقوا كده زمان كده ايه معانا. زي ما انتوا شايفين الخضار بتاعي طلع ناعم جدا معايا. انا ما احبش ازود ميه فيها عشان ما تبقاش دايبه كده معايا. وفي نفس الوقت الرز برضو مش عامل زي البودرة، اطحني معاكي كويس بس ما يبقاش بودرة معاكي زي السكر كده. هبتدي اقلب الخضار بتاعي في قلب الرز معايا في الرز، عشان يبتدي ايه يسهل عليا في فرمه بعد كده. قلبت بقى الرز بتاعي مع الخضرة بتاعتي اللي انا حطيتها، وابتدي احط جاهز البهارات بتاعتنا. انا عايزه تتبيله بهارات حلوه جدا عشان الكفته تطلع معانا طعمها رائع جدا بجد. خلطت كده زي ما انتم شايفين الرز مع الخضار، نبتدي نجهز البهارات بتاعتنا، وانا هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. معايا معلقه كبيره من 7 بهارات او بهارات اللحمه، ومعايا نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، نص معلقه قرفه، نص معلقه جنزبيل، وربع معلقه من الورق اللورا المطحون، وربع معلقه من الحبهان، ومعلقه كبيره من الملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. ما تكتريش بيكنج باودر، معلقه صغيره بس معاكي يا دوبك تدي بس عشان للكفته بتاعتنا. لو زودتيها عن كده بتغير طعم الكفته، ما بتبقاش حلوه معانا. وهكتب لك كل البهارات تحت وكل مقاديرنا ان شاء الله في صندوق الوصف. انا كتبت لكم كل المقادير على الشاشه كمان، وهكتبها لكم في صندوق الوصف. ونزلت بكل التوابل بتاعتي دي كده. لو حابه تستغني على اي حاجه مش بتحبيها او مش متواجده عندك مفيش مشكله خالص. هبتدي اقلب كل التوابل بتاعتي، ابهر كده الخضره بتاعتي بالرز كويس جدا قبل ما اضيف ايه اللحمه. قلبت كده كويس. دي بقى حاجه اختياري بقى، دي انا بحب احط حبه شطه كده، بحط نص معلقه صغيره من الشطه. لو مش حابه تحطيها ما تحطهاش، حابه تحطي عين فلفل حامي كمان حطي، مش عايزه بلاش. هبتدي بقى انزل كيلو اللحمه بتاعتي واقلب كويس جدا. وزي ما قلت لكم ان اهلنا كانوا بيحبوا يعملوها في الهون، احنا طبعا هنضربها تاني في قلب الخلاط. فقلبي تقليبه كده كويسه عشان لما نيجي نقلبها في الخلاط تبقى كلها داخله في بعضها، ما تبقاش فيها قطعه لحمه على حبه رز، يبقى ايه كلها متناسقه كده مع بعض. هقلبها تقليب كويس جدا، وبعد كده هضربها في الكب. وطبعا لو لسه معايا موجوده لحد دلوقتي ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل بتاعك والشير. يعني في كتير عارفين الكفته دي الرز دي عارفين ازاي تتكتب، بس في ناس ما بيعرفوهاش. يمكن لو عملتي كده اللايك بتاعك الجميل وعملتي شير تعم الفايده وليكي الاجر ان شاء الله. هحطها بقى في قلب الخلاط الكبه بتاعتي، وابتدي اضربها يا دوبك تاخد لفتين ان هي تتجمع كلها مع بعض وتبقى متماسكه. ان ضربه الخلاط دي زي الهون بتخليها عامله زي ايه، بتفتح الانسجه بتاعت اللحمه مع الخضار والرز، فبتطلع معاكي متماسكه وجميله جدا معانا. وبرده في ناس بتحب تحط كميه الرز قد كميه اللحمه. انا مش بحب احطها كده، لان لازم بحب كده تحسي بطعم اللحمه فيها، ما تبقاش كلها رز كده، ولما بتحطيها في الصلصه بتاعتها بتنشي وتلاقي الرز طالع منها بتبقى مش حلو قوي. فاهم حاجه انك انت كميه الرز تبقى اقل من كميه اللحمه، يعني 3/4 كميه اللحمه
وايه 3/4 رز والربع والكيلو اللحمه. يعني حطيت 3 كوبايات، يعني حوالي 600 جرام او كيلو الا ربع من الرز. خلاص كده جاهزه معايا. جبت حبه الزيت وعشان تساعدني في ان انا ازاي اعملها معايا، وبمسكها اصبحها معايا كفته بتاعتي. انا بحب اصبحها حجم ما تكونش كبير، تكون صغيره يا دوبك على قد المعلقه، او على الاقل تتقطع نصين كده بالمعلقه. مش بحب حجمها يكون كبير، تكون صغنطوطه كده وجميله كده معانا. طبعا في ناس بتحب تفرزها وهي عجينه كده. انا عندي اختي اولادها بيحبوها متحمره من غير صلصه، فانا حتى ما بتعملها بتفرزها في قلب الاكياس زي ما هي، وتطلع يا دوبك ايه تصبع وتحمر وياكلوها هي متحمره وهي سخنه كده. في ناس بقى حسب ما انت ما بتحبي، زي ما انا قلت لكم كده. وفي اخر الفيديو انا هقول لكم على شويه تكات كده، حاجات مهمه جدا بجد عشان تطلع معاكي ناجحه، وازاي طرق ازاي انك انت تخزنيها بكذا طريقه. زي ما انتم شايفين عملتها كده تصبعتها تصبيعه كده، إيه على حسب الحجم اللي انت بتحبيه. انا احبها صغيره، وعملت كمان كور كمان صغيره عشان بنتي الصغنطه بتحب الكور، تقولي كورات اللحم. كانت والدتي الله يرحمها تحب تصبع كده الاتنين مع بعضهم كده، تاخد حتتين تعملها الله يرحمها ويسامحها. هبتدي اخلص كل كميتي وارجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه. هي نفس كده كانت تقعد تعملي الاتنين كده مع بعض كده، وكانت تقعد تعملهم الاتنين ان هي تصبع الاتنين مع بعض عشان ايه الوقت يبقى معانا. فدي انا اتعلمتها منها. ربنا يرحمها ويرحم موتانا اجمعين يا رب. زي ما انتم شايفين انا عملت الكميه كلها، بسم الله ما شاء الله. كيلو اللحمه عمل معايا كميه حلوه جدا والله، وفرزت منها. طبعا عارفين اغلبيتكم ابني مغترب في كليه بعيده، فبحب كده، هو بيعشقها جدا، فجهزت له منها كمان واديته منها وهو رايح الكليه عشان يا دوبك يحطها في الصلصه جاهزه. تيجي بقى حمريها وقلبي كده وانت بتحمري عشان تاخد اللون الذهبي بتاعها كده، والتسويه تبقى حمرا من جميع الجهات، ما تبقاش حته وحته. انا بحب احمر في الحله عشان خاطر ما تاخدش نسبه زيت، كميه زيت كتيره، وفي نفس الوقت ايه ان هي حمرها تحمير حلو قوي. زي ما انتم شايفين عملت اللون الذهبي الحلو كده واتحمرت كويس. هطلعها على مناديل واكمل بقيه كل كميتي اللي انا عايزه احمرها معايا، وابتدي اسويها بقى معاكم واقول لكم انا بعملها ازاي بانهي طريقه عشان تطلع معاكي طعمها حلو جدا بجد، زيها كده زي بتاعه المطاعم او الجاهزه، او زي اللي اهالينا وامهاتنا كانت بتعملها زمان. جبت بصلتين كده حلوين لان انا هعمل كميه صلصه كويسه عشان ادي منها لابني وهو ماشي. جبت بصلتين وضربتهم في قلب الكبه، وجبت معلقه من السمنه. ما تزوديش السمنه لان احنا كده الكفته مقليه فيها زيت، نسبه زيت، فما تزوديش سمنه. شوحت البصل بتاعي لحد ما دبل معايا واصفر، ونزلت عليه بصلصه الطماطم بتاعتي اللي مضروبه في قلب الخلاط، وقلبت تقليب كويس واديها يا دوبك تاخد غلوتين معايا تبقى الصلصه معايا جاهزه. هنزل عليها بمعلقه من الملح، وما تكتريش بهاراتك بقى في الصلصه لان احنا متبلين الكفته بتاعتنا وحلوه جدا. ملح وفلفل بس. حابه تحطي بقى مكعب مرقه زي ما انت عايزه، بس انا ما حطيتش لان انا حطيت كميه بعد كده عليها من الميه والشوربه، فما احتجتش ليها، كانت طعمها تحفه جدا. زي ما انتم شايفين غليت معايا كده وخلاص. حطيت عليها كوبايه من الميه وكوبايه من الشوربه وسبتها تغلي معايا. طبعا انا شلت من التسبيكه بتاعتي زي ما انتم شايفين في قلب البرطمان، وسبت كميه على قد التسويه بالظبط. يعني بعد ما تسبكي تحطي كوبايتين من الميه، وبعد ما تغلي تنزلي كميه الكفته اللي انت عايزاها. زي ما انتم شايفين اول ما تغلي الكفته معاكي، انا مش بحبها مهريه قوي في السوا، يعني يا دوبك تاخد غلوه او اتنين واطفي عليها واسيبها، لان مع السخونيه بتكمل تسويتها. زي ما انتم شايفين حمرت كميه كده وابتدي اعبيها في قلب اكياس، وسويت معاكم الطريقه بتاعتي، والباقي موجودين في اطباق. طبعا لو هتشيلها في الفريزر وهي صوابع كده مش مقليه، لازم ما تبقاش محطوطه فوق بعض، يبقى في ما بينها اكياس او في اطباق بالمنظر ده. شايفين متماسكه معايا الكفته ازاي مش مهريه، لان كميه الرز بتاعتها كانت مظبوطه جدا مش زياده، وما حطيتش عليها ميه ولا اي حاجه من الحاجات دي، فكانت طالعه مظبوطه جدا طعمها رائع جدا. كان نفسي ادوقها لكم. بس انا عندي بقى يعني اقتراح بصراحه، ده انت شغلتي الزيت وحمرتي، ليه ما تحمريش الكميه كلها وتشيليها في قلب اكياس، لان كده كده الزيت ده مش هتستخدميه لحاجه تانية، الزيت هيترمي. فانا بصراحه من رايي انك انت تقليها كلها وتعبيها في اكياس على حسب الكميه اللي انت بتطبخيها، وتطلعيها دوبك على قلب التسبيكه على السوا على طول. تبقى مستعجله في يوم عندك عزومه في رمضان ان شاء الله، ما بيبقاش في وقت، تطلع على طول تحطيها في قلب التسبيكه، ما بتاخدش وقت مننا خالص. حابه بقى تشيليها متصبعه كده من غير آلية، طبعا مش هتحطيها مع بعض فوق بعضها، تحطي ما بينهم اكياس. اول ما تطلعي وهي متجمده تتحمر على طول وهي متجمده، عشان تديكي نتيجه كويسه معاكي ومتماسكه معانا. ويا رب النهارده تكون الوصفه النهارده عجبتكم، ولو عجبتك بقى ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليق جميل بيسعدني. واشوفكم في فيديوهات تانيه. لو في اي استفسار اكتبي لي في قلب الكومنت بتاعك وانا هرد عليكي، ومستنيه تطبيقاتكم. في رعايه الله وحفظه حبايبي، مع السلامه.